السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك لجماهير وعشاق النادي الأهلي تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز الكبير والمستحق على نادي أوراوا بطل اليابان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية اللي بتقام حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. الحقيقة النادي الأهلي بدأ المباراة بضغط هجومي هائل جدا على مرمى بطل اليابان أوراوا، واستطاع ان هو يحرز هدفين مبكرين. كان المفروض ان هم يعطي الاريحيه الكامله للنادي الاهلي ولجهازه الفني، ولكن للاسف الشديد بعض الاخطاء الفرديه من لاعبي النادي الاهلي ادت الى ان نادي أوراوا بطل اليابان يدرك التعادل على هدف تلو الاخر. النهارده مارسيل كولر الحقيقه لابد ان احنا نحييه ونحيي جميع اللاعبين على الاداء وعلى اليقظه الكبيره جدا خلال المباراه. والحقيقه الشوط الاول كان في مجمله لصالح النادي الاهلي اللي معظم لاعبيه قابلوا بلاء حسنا وكانوا نجوم فوق العاده في هذه المباراه، اللي الحقيقه واضح من خلال سير المباراه ان النادي الاهلي يعني عاقد العزم ولاعبيه عاقدون العزم وجهازهم الفني على عدم الخروج خالي الوفاض من هذه البطولة المفضلة للنادي الأهلي، وهي بطولة كأس العالم للأندية. الحقيقة مستر مارسيل كولر بدأ المباراة بتشكيل يعني معتاد جدا. الشناوي قدام منه ياسر إبراهيم وعبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني، ولعب في إمام عاشور وأحمد كوكا ومروان عطية في خط وسط أو ميدان النادي الأهلي، والشحات وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا في مركز الاسترايكر الصحيح. الحقيقه النادي الاهلي يعني لابد ان احنا نشيد بجهود لاعبيه في هذه المباراه، وان كنا يعني بناسف جدا لان النادي الاهلي كان من المفترض ان هو يلعب المباراه النهائيه امام مانشستر سيتي، ولكن الظلم التحكيمي البين اللي تعرض ليه النادي الاهلي في مباراته امام بطل كوبا امريكا الحقيقه ادت الى يعني خساره النادي الاهلي بهدفين دون رد. والنهارده الحقيقه فرحه عارمه لجماهير وعشاق النادي الاهلي بالفوز ببرونزيه العالم للمره الرابعه في تاريخ النادي الاهلي. الحقيقه النهارده لابد ان احنا نشيد باداء اللاعبين والروح القتاليه الكبيره جدا اللي ادى بها لاعبي النادي الاهلي هذه المباراه وسط يقظه تامه من خارج الخطوط من قبل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وجهازه المعاون. الحقيقه زي ما حضراتكم تابعتم وشفتم المباراه، النادي الاهلي بدا زي ما قلنا من شويه بضغط كبير جدا على أوراوا الياباني من اجل احراز هدف مبكر يربك به حسابات أوراوا الياباني، وقد تحقق للنادي الاهلي ما اراد. النادي الاهلي احرز الهدف الاول يعني عن طريق يعني تسديده ومتابعه جيده جدا من ياسر ابراهيم سنتر باك النادي الاهلي، اللي الحقيقه لابد ان احنا نشيد بادائه اللي بيتطور من مباراه لاخرى في ظل القياده الفنيه لمستر مارسيل كولر. بعد المباراه الحقيقه بعد الهدف الاول النادي الاهلي واصل ضغطه الكبير جدا والهائل جدا على مرمى أوراوا من اجل تعزيز الهدف، وقد تحقق له ما اراد بالهدف الثاني اللي احرزه بيرسي تاو من خطا فادح جدا لمدافع نادي أوراوا. والحقيقه النادي بيرسي تاو لم يتوانى في استغلال هذا الخطا، والنادي الاهلي بيعزز تقدمه بهدف ثاني عن طريق بيرسي تاو نجم البافانا. الحقيقه بعد الهدفين النادي الاهلي حصل فيه تراجع او استرخاء لبعض الشيء، وده ادى الى ان نادي أوراوا بدا يمتلك زمام الامور مره اخرى وبدا يهاجم ويبادر النادي الاهلي الى هجمات، واستطاع ان هو يحرز هدفين احداهما من ضربه جزاء، والهدف نتيجه لمس محمد هاني للكره باليد، وعلى طول الفار اكد قرار الحكم باحتساب ضربه جزاء لصالح نادي أوراوا الياباني. الحقيقه الهدف الثاني برضه من يعني اخطاء متكرره جدا من خط ظهر النادي الاهلي في الفترات الاخيره، ولابد ان مارسيل كولر الحقيقه ان هو يعيد حساباته في الخط الخلفي من اجل عدم تكرار هذه الاخطاء اللي ممكن يعني الحقيقه بتكلف النادي الاهلي مباريات مهمه جدا وايضا مراكز متقدمه في مثل هذه البطوله اللي هي بطوله كاس العالم للانديه. الحقيقه انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 2-2. بدا الشوط الثاني
وكلنا كنا يعني متخوفين جدا من هبوط المستوى البدني للاعبي النادي الاهلي، ولكن خلال العشر دقائق الاولى بدا فريق اوراوا الياباني ان هو يضغط على النادي الاهلي، ولكن سرعان ما تدارك لاعبي النادي الاهلي الموقف بال يعني استلام الكره ومحاوله نقل الكره بين اقدام لاعبي النادي الاهلي من اجل اكتساب او عوده الثقه مره اخرى للاعبي النادي الاهلي. واستطاع الحقيقه عن طريق الضغط اللي عمله النادي الاهلي بعد التغييرات لمستر مارسيل كولر بخروج الشحات وتاو وكهربا ونزول السوليه و عمرو السوليه وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعه، من اجل ان النادي الاهلي يعمل الضغط الكبير جدا على اوراوا في الشوط الثاني. والحقيقه ان نتيجه هذا الضغط امام منطقه الجزاء النادي الاهلي لاعبيه بيتناولوا الكره بكل سلاسه ويسر، وبتيجي كرة على طول بتتصلح لعلي معلول اللي جاي من الخلف الامام بيسدد قذيفه هائله بترتطم بقدم مدافع اوراوا الياباني وبتغير اتجاهها وبتسكن شباك نادي اوراوا الياباني، والنادي الاهلي بيتقدم 3-2 وبيستمر الضغط النادي الاهلي من اجل احراز الهدف الرابع من اجل قتل هذه المباراه. والحقيقه تحقق للنادي الاهلي ما اراد، ولكن في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة الهامة بالنسبة للنادي الأهلي. أيضا عن طريق النجم الكبير علي معلول بيسدد قذيفة مدوية بتسكن شباك حارس مرمى نادي اوراوا الياباني. والحقيقة يعني لو اتكلمنا عن النهارده الإدارة الفنية لمستر مارسيل كولر، الحقيقة كانت جيدة للغاية، وقدر إن هو يقرأ المباراة بشكل صحيح جدا. والنهارده بعتقد إن هو قبل الدقيقة 60 بدأ يجري بعض التغييرات من أجل ضخ دماء جديدة للاعبي النادي الأهلي، لأنه عارف إن مستوى البدني لمعظم لاعبي النادي الأهلي نتيجة توالي وضغط المباريات في الفترة الأخيرة ممكن إن هو ينزل، وبالتالي دفع بدماء جديدة مبكرا يعني قبل الدقيقة 60 بدقائق قليلة، وده أدى إلى يعني وجود وضخ حيوية كبيرة جدا في يعني تيم النادي الاهلي في هذه المباراه. والحقيقه لم نلاحظ التدني اللي لاحظناه امام بطل كوبا امريكا في المباراه الماضيه. والنهارده النادي الاهلي معظم لاعبيه الحقيقه كانوا واقفين على رجليهم بشكل جيد جدا حتى نهايه هذه المباراه. الحقيقه يعني النادي الاهلي يعني دايما بنقول هو صانع البسمه ليه الجماهير الكرة المصرية بشكل عام ولجماهير النادي الأهلي بشكل خاص. النادي الأهلي يمكن هو حاليا هو الفريق الثاني بعد ريال مدريد من حيث عدد الميداليات اللي حصل عليها أي نادي خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية. زي ما حضراتكم عارفين النادي ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي ب4 ذهبيات، وبعد منه كان نادي برشلونة ب3 ذهبيات. والنهارده النادي الاهلي بيتخطى نادي برشلونه بعدد الميداليات ليصبح رصيد النادي الاهلي 4 ميداليات برونزيه، منها 3 ميداليات في اخر 4 مواسم، وده بيدل على قوه وقيمه النادي الاهلي اللي دايما بيرفع راس الكره المصريه في المحافل الدوليه. الحقيقه لابد النهارده ان احنا نشيد بالكابتن محمود الخطيب اللي بيوفر كل يعني سبل الراحه للاعبين والجهاز الفني من اجل يعني تحقيق الانتصارات تلو الانتصارات في الفترات الماضيه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي بنتمنى وجماهيره العريضه والعظيمه بتتمنى ايضا النادي الاهلي يدعم صفوفه في الفتره المقبله ب يعني مهاجم يكون قوي جدا يقدر ان هو الحقيقه يترجم الفرص الكتير جدا اللي بيهدرها النادي الاهلي امام مرمى الخصوم. ومنها المباراه الماضيه الحقيقه لو كان معانا يعني مهاجم ان هو يقدر يخلص الفرص الكبيره جدا اللي اتيحت للنادي الاهلي امام مرمى يعني الفريق البرازيلي، الحقيقه كان ممكن النادي الاهلي يتخطى هذا الفريق وبكل سهوله ويسر، وكنا بنلعب النهارده امام مانشستر سيتي المباراه النهائيه. ولكن قدر الله وما شاء فعل. هذه هي كره القدم، ممكن انت تلعب وتتاح ليك العديد والعديد من الفرص، ولكن تكون يعني عندك باد لك في هذه المباراه وفي هذا اليوم. والحقيقه النادي الاهلي النهارده يعني كان مصمم وعاقد العزم وبشكل كبير جدا سواء لاعبين او اداره او جهاز فني من اجل اسعاد الجماهير الحمراء
سواء في مصر أو في الوطن العربي وحول العالم من أجل إحراز ميدالية والوقوف على منصات التتويج في بطولة كأس العالم اللي تقام حاليا في جدة بالسعودية. والحقيقة هي هتكون هذه البطولة هي آخر بطولة بالنسخة الحالية. بعد كده هتقام هذه البطولة كل 4 سنوات في السنوات المقبلة. الحقيقة لابد ان احنا نركز على الكواليتي بتاع الصفقات اللي النادي الاهلي لابد ان هو يبرمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية اللي خلاص يعني هيفتح باب القيد فيه والانتقالات في شهر يناير بعد ايام قليلة. فلابد النادي الاهلي يعني يكون عنده مهاجم ويعني يترجم الفرص السهلة العديدة جدا اللي بتتاح للنادي الاهلي. والحقيقة يعني ابلغ مثال الفرص اللي اتيحت امام مرمى نادي بطل البرازيل، وادت زي ما قلنا لحضراتكم لخروج النادي الاهلي واللعب على المركز الثالث والميداليه البرونزيه. الحمد لله النادي الاهلي النهارده حققها عن جداره واستحقاق بالفوز 4-2 على نادي اوراوا بطل اليابان. ايضا من المهم جدا ان احنا ننوه ان النادي الاهلي في حاجه الى مدافع وايضا ظهير ايسر وبشده، لان الحقيقه علي معلول بيستهلك بدنيا جدا وذهنيا من خلال توالي المباريات واستمرار الدفع به في كل المباريات، وده لا قدر الله ممكن يؤدي الى اصابته بالاجهاد او الاصابه، وده هيكون مشكله كبيره جدا في الناحيه الاسره للنادي الاهلي. وايضا النادي الاهلي محتاج جناح يكون سريع وقوي يكون بديل لبيرسي تاو او حسين الشحات. زي ما حضراتكم عارفين بيرسي تاو النهارده بيعيش افضل لحظاته مع النادي الاهلي، وان كنا بنتمنى من مستر مارسيل كولر ان هو يحاول ان هو يخلي بيرسي تاو ان هو يفنش احسن ويحاول استغلال الفرص العديده الحقيقه اللي بتتاح لبيرسي تاو امام مرمى المنافسين. لو بيرسي تاو اتعمل معاه شغل كويس جدا على كيفيه انهاء الهجمات هيكون فينشر كويس جدا بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره المقبله. وده طبعا اكيد مستر مارسيل كولر وجهازه المعاون على درايه كامله بكل هذه السلبيات. واحنا بنقول السلبيات في واحنا في قمه الفرح والسعاده النهارده بمناسبه فوز النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه رقم 4 في تاريخه المجيد والعظيم. مرة أخرى مليون مبروك لجماهير وعشاق النادي الأهلي وللمؤيدين والأنصار سواء في مصر والعالم العربي وحول العالم هذا الفوز الكبير والمستحق على نادي اوراوا بطل اليابان وتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي، وإن شاء الله من بطولة إلى أخرى في قادم الأيام. وفي النهاية شكرا جزيلا لحضراتكم.